سنة 1997 في قاعة مغلقة في نيويورك جه العقل البشري ضرب ضربة جامدة. بطل العالم في الشطرنج جاري كاسبروف اللي كان بيعتبروه من أذكى من ماشي على كوكب الأرض قاعد قدام كيبورد وشاشة بيعرق كمبيوتر اسمه ديب بلو من تطوير شركة اي بي ام. ديب بلو ما كانش بيفكر زينا. ديب بلو كان بيحسب 200 مليون نقلة في الثانية الواحدة. في الجيم السادس كاسبروف بيلعب، ديب بلو بيرد بنقلة حاسمة. كاسبروف بيمسك راسه، ملامحه بتنهار، بيبص للرقعة كأنه شاف شبح، بيقوم ويسيب الترابيزة ويسيب القاعة كلها ويمشي. الجهاز ده هزم بطل العالم في الشطرنج وقتها. هنا بقى عزيزي المشاهد ظهر سؤال اللي يخليك تقف مع نفسك. لما الآلة بقت تقدر تحسب 200 مليون احتمال في الثانية واحدة، فضل ايه للبشر؟ ليه لسه بعد كاسبروف ب 30 سنة ملايين البشر لسه بيلعبوا شطرنج؟ ليه اللعبة دي ما ماتتش من زمان؟ يا عم لوجيك كبر دماغك، اللعبة دي ماتت خلاص، في ألعاب أمتع دلوقتي. أنا لا أقعد قدام واحد بحاول أفكر هو بيفكر في إيه وهو بيفكر أنا بفكر في إيه وإحنا الاتنين عمالين نفكر إحنا بنفكر في إيه. أنا صدعت من التفكير ده ملل. بس أنا بس عزيزي الشطرنج ما ماتش، لأن الشطرنج عمره ما كان عن الحسابات المثالية. الشطرنج هو اللعبة الوحيدة اللي بتشتغل كمراية بتعكس النقص البشري. الشطرنج مش بيعلمك ازاي تضمن الفوز في الحياة، الشطرنج بيفضحك قدام نفسك لما بتحطك الظروف في مواقف ما فيهاش شكل. ايه عادي يعني، جل من لا يسوى يا جدعان، هنكفر ولا ايه؟ وعشان اثبت لك ده انا هسرق لك من الرقعة دي 3 افكار سيكولوجية وفلسفية عميقة عشان اوريك عقلك ازاي بيفكر وهو تحت الضغط العالي. بس قبلها بس تعالى معايا بس كده مشوار سريع قبل 1500 سنة عشان نفهم ازاي اللعبة دي بدأت. القصة ما بدأتش برقعة خشب أبيض وأسود موجودة على القهوة. القصة بدأت في أقصى الشرق، في الهند، حوالي كده القرن السادس الميلادي. ما كانش في لعبة اسمها شطرنج وقتها، كان في لعبة اسمها شطرونجا أو جاترونجا. مش عارف بتتنطق ازاي. ايه من 1500 سنة يعني المهم الاسم ده معناه بالسنسكريتية الأربع فرق، لأن اللعبة دي كانت بتمثل أي حرب بتحصل في الهند وقتها. كان في خيلة وفيلة وجنود ومشاة. خيلة وفيلة حلو، خيلة وفيلة وعربات حرب، بالظبط زي اي حرب كانت بتحصل وقتها في الهند. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الشطرنج اول ما بدأت ما كانش بادئه لعبة للتسلية بس، دي كانت محاكاة للحرب. كل قطعة كانت بتمثل سلاح حقيقي من أسلحة الجيش. الفيل كان بيتحرك بطريقة لأنه فعلا في الحرب الحقيقية كان بيتحرك بالطريقة دي. احنا محتاجين نتمرن على استراتيجيات الحرب من غير ما نخسر الجنود حقيقيين. أنا عندي فكرة. هنجيب شوية قطع كده نسميه فيل وحصان ومش عارف ايه، ونحطهم على رقعة خشب ونبدأ نتمرن على اللي انت عايزه ده. والله فكرة هايلة مش بطال، جربها لي واعمل لي لعبة. ما كانش حد يعرف وقتها ان اللعبة دي هتعدي كل حدود الهند وهتوصل لكل العالم وهتفضل موجودة بعد موت آخر واحد فيهم بعد 1500 سنة. اللعبة سافرت من الهند لبلاد فارس. سافرت بيها ملوشك في طيارة ولا سفينة؟ مم. بص يا عزيزي انا رأيي انك تسيب موضوع النكت ده لي انا، ها؟ تمام. وهناك غيروا اسمها لشطرنج، والفرس مش بس غيروا الاسم، هما كمان ضافوا حاجة مهمة. ضافوا كلمة شاه يعني الملك، ولما الملك يبقى محاصر او في خطر او بالاصح يعني بلغتنا احنا مات، كان بيقول عليه شاه مات. ومن هنا جت الكلمة اللي بيستخدموها بالانجليزي حتى الان اللي هي تشيك ميت، بس بلغتنا احنا ملك مات او كش ملك يعني. بعد كده مع الفتوحات الإسلامية اللعبة سافرت للعرب، والعرب مش بس لعبوها، هم لعبوها وطوروها وكتبوا فيها كتب كاملة. كان في ناس في قصور الخلفاء كان بيتقاضوا رواتب كاملة عشان بس يلعبوا شطرنج. بس يعني الراجل اللي بيدوس على الزرار في الأسانسير أفيد منه. وانا باكل السكريبت ده وقفت قدام فكره غريبه. احنا لما نيجي نلعب شطرنج نشوفه معقد وصعب جدا. كنت بتبهر واقول ازاي في حد عبقري كده قاعد في بلكونه بيتهم وشرب شبايه وشرب كوبايه شاي واخترع اللعبه المثاليه دي. بس الحقيقه العلميه والتاريخيه بتقلل من المخترع الفرد. الشطرنج مش اختراع شخص واحد، هو ناتج تراكم حضارات كامله غيروا في قواعدها. وده تفسير منطقي بالنسبه لي، يعني مستحيل اللعبه المثاليه دي يكون شخص واحد هو اخترعها. ومن هنا نستخرج أول فكرة سيكولوجية، فكرة البدء المسموع. في الشطرنج في حاجة اسمها البدء المسموع. وانت بتلعب جيم عادي تلاقي الخصم سايب لك بدء كده من غير أي حماية، وانت طبعا كلاعب عاطفي أول ما تشوفه هتقول بس رزق وجالي لحد عنده، وتقوم جاي رايح واكله على طول. وهنا يا معلم انت وقعت في فخ. انت لو كلته بالوزير بتاعك مثلا هتلاقي ان الوزير بتاعك اتعزل تماما وفتح دفاعاتك للخصم، وهو استغل الفرصة دي وشن هجوم كاسح ماسح على الملك بتاعك واداك كش مات. عارف ليه؟ عشان انت مش عامل لي فوق.
لو عملت فولو دلوقتي ونزلت اشتركت في القناة واديتني اللايك الجميل كده، هتكسب كل ايام الشطرنج اللي هتلعبها على chess.com وكل المواقع اللي انت عايزها. انزل دلوقتي بس اعمل لنا فولو كده، ولو على اي منصة تانية يعني ايه انزل برضو ايه هناك بص. ده بالظبط عامل زي لما تلاقي اعلان على النت بيقولك سجل معانا وهتكسب 10,000 دولار في الدقيقة، وانت قاعد مكانك في البيت تخش تسجل معاهم تلاقي نفسك باعت كود ولا طلع لك رابط تقوم جاي دايس عليه، يا اما حسابك يتسرق يا اما رصيدك يخلص، هم هيطلعوا منك بمصلحة. نفس هي بالظبط. فخر البدع في الشطرنج بيكشف عيب بشري قاتل، شهوة المكسب السريع. الشطرنج بيعلمك ان مش كل فرصة معروضة قدامك هي مكسب، احيانا اخطر الفخاخ هي اللي بتجيلك متغلفة بفرصة سهلة. فلما تلاقي فرصة ما تسألش نفسك اكله ازاي، اسأل نفسك هو سايبهولي ليه. رحلة الشطرنج كملت لحد أوروبا، ولما وصلت في القرن ال15 حصل حاجة غيرت شكل اللعبة للأبد. مش تفاحة لا، دي كورة عادي. بص يا جلالة الملك، البيدق العسكري ده بيمشي خطوة واحدة بس، والحصان ده بيتحرك على شكل حرف ال ويفط من فوق القطع. الوزير ده بقى لا، ده أضعف قطعة في اللعبة كلها، يمشي خطوة واحدة بس وبالوقت. اه والله يا عزيز، الوزير زمان كان اضعف قطعة على الرقعة، كانوا بيسموه الفرزان او المستشار، لحد بقى ما اللعبة وصلت اسبانيا في اواخر القرن ال15. في الوقت ده كان طالعة قوة سياسية مرعبة اسمها الملكة ايزابيلا الاولى. الاوروبيين بصوا للرقعة وقالوا ايه الوزير الضعيف ده يا عم، احنا هنسميه الملكة ونخليه يتحرك عدد مربعات لا نهائي في اي اتجاه يعوزه، احنا عندنا ملوك بتحكم نص اوروبا بحالها. وهوب، الوزير اتحول من اضعف قطع الرقعة لاقوى قطعة. انت أدرع التحدي والمواجهة. الاندبندنت وومن من ايام القرن ال15 يا عزيزي، اقسم بالله. انت شايف انك كده روش يعني، ها؟ تمام عشان لما اعمل لك ريبورت وان فولو من هنا بدات قصه الاساطير. اول اسطوره حقيقيه عاشت في القرن ال19، بول مورفي، امريكي عبقري كان بيهزم اعظم لاعبين اوروبا وهو لسه شاب صغير، وكان بيلعب بطريقه هجوميه جامده دي مش اللي هي جامده، لا جامده اللي هي جامده متجمده، فاهم؟ كان بيضحي بقطعه عشان ياخد الملك في النهايه. بس القصه الحزينه ان الراجل ده اعتزل بدري جدا ومات وهو لسه شاب، والناس قالوا ان في اخر سنين حياته كان بيعاني من مشاكل نفسيه. بعد كده جيل كتير جدا بيعتبروه اعظم لاعب في التاريخ، الامريكي بوبي فيش، بعد ما كسر احتكار الاتحاد السوفيتي للبطوله سنه 1972 لما هزم سباسكي في مباراه اتحولت لرمز سياسي بين امريكا والاتحاد السوفيتي وقت الحرب البارده. دي ما كانتش مجرد مباراه شطرنج، دي كانت منافسه بين قوتين عظمتين، ومع ذلك فيشر ده اللي وصل لقمه العالم اعتزل بعدها واختفى تماما، وعاش منعزل بقية حياته رافض انه يلعب اي بطولة رسمية تاني للأبد. ومع السرعة والضغط المرعب ده بتظهر الأسطورة الألمانية في الشطرنج، لعبة الزوبزوانج. يعني ايه؟ دي كلمة ألمانية معناها الحرفي الإجبار على الحركة. في بعض اللحظات بتبقى الشؤم على اللعب، بتبقى بتتمنى لو تقدر تعمل باس للاعب اللي قدامك وتقول له العب انت انا مش عايز العب. بس في الشطرنج مفيش حاجة اسمها باص، لازم تلعب. والمشكلة إن أي قطعة هتحركها من مكانها هتخسرك الموقف أو هتبوظ دفاعاتك، أنت مجبر تختار نقلة هتدمره. الزوجزوانج هو تجسيد للمواقف اللي الحياة بتحطنا فيها. أحيانا مشكلتك مش بتبقى إنك عايز تختار بين حلو ووحش، مشكلتك إن الحياة قفلت زرار البوز، وكل الخيارات الموجودة قدامك هي كلها وحشة بس بدرجات مختلفة، وأنت نفسك تقرر إنك مش هتعمل حاجة. بس القرار إنك ما تعملش حاجة في حد ذاته هو قرار حتمي برضه إنك اتحركت. الشطرنج هنا مش هيبتسم في وشك ويقولك أنت تقدر والتشجيع والهبل ده، لأ. في لحظات في الحياة النضج مش إنك تلاقي خيار مثالي، النضج إنك يبقى عندك الشجاعة إنك تختار الخيار الأقل ضرر وتتحمل نتيجته بدل الاستسلام والوقوف من غير ما تتحرك. كل التطور والسرعة في الشطرنج خلقوا نوع جديد من اللاعبين، لاعبين مش بيلعبوا بالورقة والقلم والأرقام، لاعبين بيلعبوا على أعصابك. أكبر مثال لده الشخص اللي أنا بعتبره كريستوفر نولان للشطرنج، ميخائيل تال. بطل العالم الروسي تال ما كانش بيلعب النقلة الصح رياضيا، وكان بيلعب النقلة المرعبة نفسيا. كان بيعمل تضحيات مجنونة، يرمي لك قطعة مهمة جدا ببلاش وانت تيجي تبص تحسبها تلاقيها 100% مفيش أي ضرر لو أكلت القطعة دي، بس أول ما تاكلها تلاقي الرقعة اتعقدت بشكل غريب. ولما جيت سأل انت ازاي بتقدر تحسب النقلات الغير منطقية دي، قال لهم مين قال لكم ان انا بحسبها اصلا؟ انا بلعب نقلات غير منطقية، باخد الخصم من الغابة، انا الوحيد اللي عارف طريقها. لكن الخصم بيموت من الرعب لانه مش شايف خطوتين جايين في اللعب. يا جماعة
يا جماعة ده رعب، انت بتبقى قاعد قدامه وحاسب كل حاجة، فجأة كده تلاقيه جاي مضحي من الوزير، بتقعد تقول لنفسك أكله، هو سيبه ببلاش ليه؟ ازاي عملوا كده؟ هو شايف حاجة أنا مش شايفها؟ أكله ولا ماكلوش؟ وتخش بقى في دوامة ما بتنتهيش. وطبعا ما ينفعش ننسى بطل عصرنا الحالي ماجنس كارلسن. أنا مش هتكلم عنه كتير لأن اليوتيوب مليان، لكن أحكي لك موقف. في مرة كارلسن كان بيلعب مباراة سريعة باللاين وقدامه لاعب مستواه عادي جدا غير معروف، لكن في الأول بيلعب نقلة غير منطقية، زي مثلا إنه يرمي الحصان بره اللعب كده وما يبقاش ليه فايدة في أول الدور. إيه الهبل ده يا جدعان؟ احنا جايين نهزر ولا؟ ولأن الشطرنج أحيانا بيكسر كل التوقعات لدرجة إن لاعب مستواه عادي جدا قدر يفاجئ كارلسن ويهزمه في جزء من المباراة، لدرجة إن كارلسن اتلخبط فعلا. وهنا لازم نصلح أسطورة شعبية مشهور. عارف ليه بطل العالم ممكن يخسر قدام واحد عادي؟ لأن الواحد العادي ده ممكن يلعب نقلة غبية، فبطل العالم ما يقدرش يتعامل معاها. الكلام ده ساذج جدا بالمناسبة، بطل العالم بيتدرب على النقلات الغبية والنقلات الذكية في نفس الوقت. الماتش اللي انا بكلمك عليه ده كارلسن كسب في الاخر طبعا. الانهيار الحقيقي مش بيحصل لما الخصم يلعب بغباء، الانهيار الحقيقي لما الخصم يلعب نقلة غير مألوفة، لما الخصم يخلق تعقيد بشري على الرقعة يخلي الحسابات المنطقية تنهار. الشطرنج هنا بيقولك ان مش دايما اخطر خصم هو اللي يعرف القواعد احسن منك، اخطر خصم هو اللي بيقدر ياخدك بره منطقة اليقين بتاعتك ويجبرك تتعامل مع مواقف انت مش متعود عليها اصلا. شكلك نسيت ان احنا عندنا 3 افكار سيكولوجيه لازم نطلعهم من رؤيه الشطرنج. الفكره الثالثه والاخيره بتقولك الحصان على الحافه عار، a knight on the rim is dim. ليه الحصان وهو واقف في مركز الرقعه بيبقى مرعب، يقدر يسيطر ويهاجم 8 مربعات كامله، بس لما بيروح على الحافه قوته بتقل للربع، يقدر يسيطر ويهاجم مربعين بس. قيمه الشيء مش بتتفهم بعيد عن سياقها، احيانا بتكون حاسس انك فاشل بطيء او مالكش قيمه، وبتوع التنمية البشرية بقى يقعدوا يقولوا لك انت قوي انت ناجح بس غير مكانك وهتنجح ومش عارف ايه. بس الحياة ما بتطبطبش على حد يا عزيزي، الشطرنج بيقول لك الحياة القاسية. ممكن تكون حصان جيد على مربع سيء، بس مين اللي حطك في المربع ده؟ انت. انت مش ضحية للبيئة طول الوقت، احيانا انت اللي بتختار تفضل في البيئة دي عشان خايف انك تتحرك، خايف تاخد النقلة اللي تدخلك في نص المعركة. الشطرنج بيفضح فكرة اننا دايما بنلوم الظروف والبيئة، مع اننا احنا اللي عملنا النقلات اللي وصلتنا للزاوية دي. وهنا نوصل للعمود الفقري للعبة دي وللحياة عموما. اي نقلة بتاخدها بتغير شكل الرقعة. 3 قواعد اللي احنا قلناهم دول مش منفصلين. البدء المسموم بيقولك ان القرار متسرع ممكن ينتج عنه نتائج تانية هتدمرك. الزوجزوانج بيقولك إن أحيانا عدم أخذك للقرار هو في حد ذاته قرار وهتدفع تمن. والحصان على الحافة بيقولك إن البيئة بتغير قيمتك، بس وجودك في البيئة دي هو مسؤوليتك أنت. ال3 بتلخصوا إن القرارات بتغير مساحة قراراتك اللي جاية، كل قرار بتاخده بيفتح باب ويقفل باب تاني. نرجع بقى للمشهد اللي بدأنا بيه الفيديو، كاسبروف، ديب بلو و200 مليون نقلة حسابية في السنة. طب بما ان الكمبيوتر بقى قادر يحسب كل عدد النقلات ده في ثانية واحدة، ليه الانسان اصلا لسه بيكمل يلعب اللعبة دي بعد ما الكمبيوتر بقى عنده قدرة هائلة على اختيار خيارات دقيقة جدا؟ ليه الانسان لسه محتاج يتعلم ازاي يختار؟ الإجابة يا عزيزي بتلخص مأساة وجمال الطبيعة البشرية. الكمبيوتر مش بيعاني وهو بياخد القرار، هو بيحسب معادلة حسابية وياخد القرار على أساسها بكل برود. لكن الإنسان أنت أحيانا بتبقى باصص للرقعة وعارف النقلة الصح، وعقلك بيقولك إن هي دي النقلة الصح، بس برضه ما بترضاش تاخدها لأنك خايف، لأنك متردد، لأنك طمعان في نقلة تانية أحسن. المشكلة في الحياة عمرها ما كانت إننا مش عارفين النقلة الصح، المشكلة دايما إننا عارفين النقلة الصح بس خايفين ومش عارفين نلعب. الآلة بتقدر تلاقي أفضل نقلة، بس الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيضطر يعيش مع نتائج اختياراته. بيكمل الجيم وهو شايل حمل كل القرارات اللي خدها في الماضي، وبيحاول يصلح الرقعة اللي هو بوظها بإيده. احنا بنلعب شطرنج عشان بتفكرنا إننا بشر، بنغلط، بنطمع، بنخاف، وبنتعلم من كل كش مات بناخدها في حياتنا. المرة الجاية اللي تفتح فيها وتلعب جيم افتكر ان كل نقلة بتاخدها بتعكس جزء من تفكيرك، ولو لعبت نقلة كارثية لقيت نفسك بعديها واخد كش مات افتكر اخوك لوجيك واعرف ان كلنا اتهزقنا على الرقعة دي جامد. كش مات يا عزيزي. سلام. عارف عايزين ايه؟ عارف عايزين مني. بس اول ما تاكلها تلاقي الشطرنج تحول لغابة. بتهبد تهبد فاتي تاني. وطبعا ما ينفعش ننسى بطل عصرنا حاني. حاني الحقني الحقني. خلاص بطل.
بطل العالم الروسي ميخائيل تال ما كانش بيلعب النق دح بوه. ادي الواد لاخوه، ده ابوه مش مهم يا عزيزي. بس اول ما تاكلها تلاقي الحلبة كلها حلبة هي دي حلقة عن علي كلاي وانا معرفش. انت فاهم حاجة انا مش فاهمها؟ طيب قول لي، عرفني، يعني فهمني. المايك ده الصداع ده ممل جدا، ممل جدا. ها ده انت لو مدبلج سبيستون مش هتقولها كده. يعني انا كنت بسمع الدبلجة ما كانوش بيقولوها كده. ماشي ها بنا يا عامر. بعد كده بقى مع الفتوحات الإسلامية العرب بدأوا يلعبوها. مفيش دولة مفيش مكان في العالم بيقولوا يلعبوها، ولا شرقوية ولا طنطاوية ولا أي حاجة، مفيش. وكان بيلعب النقلة ملعبة نفسية. يا نهار اسود. اللي كسر احتكار. يا عم قول الجملة كلها صح بقى، خلينا نروح بيتنا. مجبر تختار خيار.